السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أول مرة تتابعونا، احنا قناتنا بتتكلم عن الزمن الجميل بأسراره وحكاياته. يا ريت تتابعونا دايما. هتلاقوا كلمة اشترك تحت الفيديو باللون الأحمر، بتضغطوا عليها بيتغير لونها، وبيظهر لكم علامة جرس بتضغطوا عليها وبتختاروا كلمة الكل عشان يوصل لكم كل حكايتنا إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن ممثلة وشها بالنسبة لنا كلنا مألوف جدا، يعني بنشوفها بنعرفها على طول، بس في مننا كتير مش عارف اسمها. هي الفنانة منى داغر. منى داغر هي أصلها مش مصري، هي لبنانية الأصل، وبنت الممثلة والمنتجة المعروفة آسيا داغر، ودي برضو معلومة كتير مننا ما كانش يعرفها. وبنت خالتها ماري كوين. هي طبعا أشهر عائلة فنية في الوقت ده ساعتها. هنتكلم عن حياتها بالتفصيل. هي اسمها الحقيقي إيلين داغر، اتولدت في 13 نوفمبر 23. اختارت طبعا اسمها الفني بعد كده اللي هو احنا عرفناها بيه منى داغر. والدتها عملت أول فيلم قصير لبناني اسمه تحت ظلال الأرز. ده كان في لبنان، وهي فعلا كانت بدأت التمثيل في لبنان، بس جه الاحتلال الفرنسي فقررت ان هي تنزل على مصر. آسيا داغر قررت ان هي تنزل على مصر هي واختها وبناتهم. آسيا داغر كان معاها منى داغر بنتها، واختها كان معاها ماري كوين. فعلا نزلوا على مصر واستقروا عند ابن عمهم، هو كان صحفي مشهور ساعتها اسمه أسعد داغر. قدمت منى داغر ما يقرب ل20 فيلم، وكانوا أغلبيتهم من إنتاج والدتها، زي فيلم الجيل الجديد، وهذا جناه أبي، وأم السعد، وغيرها من أفلام. بس كان دورها منحصر على الفتاة الشريرة الحقودة اللي بتسرق حبيب من حبيبته. هي كانت بتتقن الدور ده، وكانت فعلا بتوصله لنا ان هي شريرة وان هي حقودة. تقريبا كل ادوارها كانت منحصره في الدور ده. احنا نفسنا اول ما كنا بنشوفها في اي فيلم عارفين ان هي بتطلع شريره، يعني هي كده قدامنا هي دي الشريره بتاعه الفيلم. بعيدا بقى عن الفن، هي احبت شاب كان اسمه علي منصور. علي منصور ده في الخمسينيات كان اشهر محامي في مصر، او من المحامين المشهورين جدا في الوقت ده. نشأت بينهم قصه حب كبيره قوي. الصدفة جمعتهم في فيلم يا ظالمني، الاتنين حبوا بعض جدا وعاشوا قصة حب كبيرة، وكانوا محترمين عقائد بعض، يعني ما كانش حد بيتكلم على عقيدته او على دينه او بيحاول يقنع التاني ان هو ينتسب لعقيدته. كان كل واحد محترم عقيدة التاني لحد ما هو قرر ان هو يتزوجها، وتقدم لها في الفعل وتزوجوا، وكانت سعيدة جدا جدا معاه. بعد الزواج كان بيقيم شعائر دينه بدون ما كان حتى يجرحها بالصوت. يعني هي كانت بتحكي بتقول لما كان يحب يصلي كان ياخدش المكتب بتاعه ويقفل الباب عليه يصلي بصوت واطي عشان ما يجبرنيش ان انا اسمع صلاته. لما كان يحب يقرأ القرآن او التجويد بتاع القرآن ما كانش برضو بيحب يخليها تسمع، او ما كانش بيجبرها ان هي تسمع، وكان دايما يخش المكتب بتاعه يقيم الشعائر بتاعته بدون ما يمسها بأي حاجة. فده خلاها حبته اكتر، وده خلاها احترمته اكتر، غير ان هو كمان كان راجل محترم جدا ذو خلق، كان بيعاملها بخلق حسنة، وحبت الدين لما حبته. هو ما اقنعهاش بان هي تعلن اسلامها، وما اجبرهاش وما فتحهاش كمان في حاجة زي كده. هي اللي بعد 5 سنين من الزواج وبعد ما اقتنعت تماما حبت ان هي تعتنق الاسلام، وفعلا اشهرت اسلامها بعد 5 سنين من زواجها. الإسلام دخل قلبها، بقت تقيم شعائرها بالظبط، يعني الصلاة محافظة عليها جدا، محافظة على الصوم، الزكاة، كل اللي ربنا أمرنا بيه بقت محافظة عليه جدا، بقت محافظة عليه جدا وبتعمله من قلبها. فقررت إن هي تحج، وكانت حامل، كانت حتى في آخر شهور من حملها، فكان صعب جدا إن هي تسافر، والدكاترة قالوا لها أنت خلاص هتولدي فأجلي لي السنة الجاية. هي ما وافقتش خالص، صممت إن هي تروح السنة دي تحج، وفعلا راحت حجت، وهي بتحج ولدت، يعني اتولدت بنتها في الحج. كانت أول بنت ليها، سمتها فاطمة الزهراء على اسم ستنا فاطمة الزهراء بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعدها أنجبت 3 بنات تاني، فأصبح عندها 4 بنات. لقت إن هي مش هينفع إن هي تبقى في التمثيل وتاخد بالها من بيتها ومن بناتها، فقررت إن هي تعتزل.
وكلمت زوجها في حاجة زي كده، فقال لها انت حرة، حابة تستمري براحتك، حابة تقعدي مع بناتك براحتك. هو شايف ان هي ما كانتش مقصرة في بيتها، شايف ان هي ما بتمثلش ادوار مخجلة او ادوار مثلا فيها اغراء، فما كانش معترض حاجة زي كده، بس ده كان قرارها، وفعلا اعتزلت نهائيا من الفن. بعد ما اعتزلت كان في مشكلة بتأرقها جدا، وكانت دايما تقول انا عايزة الناس تذكرني بالكلام الطيب. انا كل ادواري كانت شر تقريبا، وكانت في الحقد وفي الغيرة وفي الحاجات دي. انا شايفة ان الادوار دي اشيلها خالص من التاريخ، يعني امحيها. فعلا عرضت على والدتها مبلغ كبير، طبعا بحكم ان والدتها كانت المنتجة لأفلامها ساعتها. فعرضت عليها، قالت لها أنا أشتريهم. فوالدتها رفضت، وبقت تزود في المبلغ في الفلوس على أساس إن هي تشتريهم من والدتها عشان عايزة تحرقهم. وكان في بينها وبين والدتها مشادات كتيرة، ويعتبر حرب في ان هي تاخد الافلام وتحرقهم، عشان مش عايزة الادوار دي الناس تشوفها تاني. لكن كان مبرر والدتها ليها ان ده تاريخ خلاص هو اتحفر في اذهان الناس، مش هينفع تمحيه. مع ان ساعتها الوقت بتاعهم ما كانش فيه الانتشار زي دلوقتي، الانترنت والسوشيال ميديا والحاجات دي. كان لا، كان الموضوع كان ممكن يتسيطر عليه، وكان ممكن فعلا تخليها تحرق الافلام. انما هي والدتها ما وافقتش على القرار ده. وكان زوجها لما لقى ان الامور اشتعلت ما بينهم والمشكله تضخمت جدا، كان بيحاول يهدي منى داغر على قد ما يقدر، بانه يصبرها، يقول لها انا مش شايف ان ادوارك اساسا فيها اي حاجه تخجل او اي حاجه تضايقك، يعني هتسيبيها بعد رحيلك. انا شايف ان دي ادوار هتسيب بصمه في الناس، والناس عارفين ان ده تمثيل، ان ده مش انتي. انما هي كان ليها وجهه نظر تانية خالص، هي مش عايزه الناس يفتكروها بادوار الشر اللي كانت بتقدمها. بس الافلام ما اتحرقتش وما حصلهاش اي حاجه، لان والدتها ما وافقتش تماما. كان في حلم دايما بيراودها من وهي صغيرة، يعني من وهي مسيحية، ان هي هتدفن في المدينة المنورة، لحد ما تزوجت ولحد ما اعلنت اسلامها، ودايما الحلم ده كان بيجي لها. في سنة 2000 هي فعلا توفت عن عمر 77 سنة، وفعلا اتدفنت في البقيع. مش بس في البقيع، دي اتدفنت في المقبرة الرئيسية لأهل المدينة المنورة، صلى عليها 50,000 مصلي داخل المسجد النبوي. رغم ان هي فعلا قدمت ادوار الشر اللي هي كانت خايفة منها ان تسيب بصمة مش كويسة في اذهان الناس، انما بالعكس، يعني احنا كلنا حبيناها في الادوار دي واتقنت الادوار دي، لان الادوار دي اساسا موجودة فعلا في المجتمع، وهي جسدتها كشخصية مش شخصيتها. لحد دلوقتي محبينها على السوشيال ميديا بيفتكروها دايما في يوم ميلادها او في يوم وفاتها، بينزلوا مقاطع كتيرة جدا عن افلامها، وبينزلوا صورها وبيتكلموا عليها، وفي صفحات كتير قوي على الفيسبوك باسمها. يعني سبحان الله، ربنا حب فيها خلقه، وهي موجودة وهي مش موجودة، وفعلا سابت بصمة للناس، بس مش البصمة اللي هي كانت خايفة منها ابدا. مش بصمة الشر، لا، دي سابت بصمة فينا كلنا، احنا حبيناها بجد. الله يرحمها ويغفر لها. دي كانت حكايتنا النهاردة. متهيألي في معلومات كتير كلنا ما كناش عارفينها. ان شاء الله استنوا منا حكايات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.